بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا اليوم كما تشوفوا جبت لكم هذه يعني الكراتان المقلاة اللي تجي بنينة 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 ما تتصوروش. يعني ننصحك تجربيها وتوجد في 5 دقائق، ما تشدكش كاع الوقت، خاصة يعني العاملات الخياطات تحتاجوا هذه الوصفة اللي تسلككم يعني وتربحكم الوقت. تجي بنينة ما نحكي لكمش في البنة تاعها كيفاش تجي، يعني بمقادير بسيطة ان شاء الله. شوفوا معايا المقادير وطريقة التحضير في الفيديو ان شاء الله. انا جبت البطاطا كما تشوفوا، جبت 7 حبات هكا صغار، نتوما ديروا 3 حبات كبار، المهم ما يعادل الرطل. درتها في عفوا في الغيسيبيون، درت لها الملح، قطعتها هكا بيدي وكنت ديجا مقطرتها. ومن بعد غادي نروح نقليها. نروحوا المقادير اللي غادي نحتاجوهم. هنا نحتاج حبه بصله كبيره وحبه طماطس كبيره، ونحتاج هنايا 20 مل تاع كفته كما تقدري، نص صدر تاع الدجاج، عندي فلفله حمراء، عندي زعتر، عندي الحرور، وعندي الملح، وعندي الثوم. هنايا غادي نروح بعد ما المقلاة تكون ديجا حمات شويه. اش غادي ندير؟ غادي نروح نقلي هذوك المكونات، نخلي الزيت يحمى غايه غايه غايه. وفي جهه راني دايره البطاطا تاعنا تنقلها ديبتيدي كما شفتوا، ونوخروها في صحن. من بعد دوك تشوفوا كيفاش غادي ندير. شوفوا الطريقه كيفاش غادي نخدم هذا الكراتا، يجي بنين بزاف بزاف بزاف، ويجي ساهل، ويجي 5 دقائق وتفرحي وليداتك. هنا جبت هذيك البصله حبه كبيره كما قلت لكم، وجبت هنا فص تاع الثوم، وغادي نخليهم يتشحروا على خاطرهم. شوفوا هنا ديجا كي تبدا هنايا البصله خلوها حتى تتكراميليزا، زعما تولي كراميليزي. هنا نجي ندير صوص فرomاج، غندير 2 كيسان تاع الحليب، يعني كيسان والد هادوك. وهنا نسحق مغرفه تاع مايزينا، مغرفه تاع فرينه، كما تقدروا ديروا مغرفه ونص فرينه فقط. هنايا سحقيت، درت هنا فرماج هذا بونسيون، درت 5 حبات. درت 5 حبات، تقدري ديري الشاف هذاك تاع السامي، سينو ديروا تاع بيدو، ديري مغرف كبيره. ودرت الحرور هذا مكان، ونديروا رشه تاع الملح. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجوهم. نديرهم فوق عفوا نديرهم في هكا في كسرونه، ونبقى بالفوي نحرك نحرك نحرك. الا ما عندكش فوي عادي بالفرشيطه بالمغرف تاع هذيك الخشبيه، تحركي 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 حتى تولي دير لك هادوك الفقاعات. صافي كي تولي تبقبق تما سي بون، لاصوص راهي واجده. هنا ننصحكم يعني مباشره تروحوا هنايا في هذه المرحله مباشره تسكبوها على الخليط، يعني مش تخليها تتبرد. هنايا بعد ما هاد البصل تاعنا تشحر هو والثوم، جيت هنا درت الطوماطيس، حبه الطوماطيس كبيره، خليها تتقلى شويه مع هادو المقادير. ونزيد ندير هادوك لي زيبيس تاعنا، فلفله حمراء، مغرف احرور، ملح، وزعتره. زعتره كيما تقدري تستغني عليها، لكن لو كان تكون عندك الزعتره ولا زعتر يعني غادي تعطيك يعني بنه ما شاء الله، تقولي راكي تاكلي في البيتزا، يعني يعطيك مذاق البيتزا. هنايا جبت هذاك كيما تقدروا هنا تستغنوا كاع على الكفته، كيما تقدروا ديروا في بلاصه الطون، كيما تقدروا ما ديروا والو، كيما تقدروا ديروا يعني صدر الدجاج تقطعوه هكا تاني تيبتيدي كيما البطاطا كيما درنا، سينو تقدروا تعاشوا هكا فيونداشي كيما تبغوا. كما قلت لكم تقدروا كذلك تستغنوا عليه كامل فقط بهذيك البصله والطوماطيس والبطاطا، وانتي درتي هذا الكراتان تاعك. صاي البنات، انا هنايا جيت درت هذيك البطاطا تاعنا كيما هكا، وغادي نخليها شويه حوالي 10 دقائق تتقلى غايه مع هذوك المكونات. نبقى نخلط فيها كيما هكا. اللي عندهم يعني اللي كان متوفر عندك المعدنوس ديري معدنوس. انا هنايا ما كاش متوفر عندي المعدنوس للاسف، كان عندي غير قزبر، ولكن القزبر ما ننصحش به، فقط المعدنوس في لي كراسان. اي شوفوا هنايا بعد ما سي بون صاي هذيك البطاطا كاع ابسوربت ولا امتصت هذوك المكونات، غادي نجي ندير هذيك لاصوص كما قلت لكم. يعني حاولوا ديروها مباشره بعد ما سي بون صاي توجدوها، يعني ما تخلوهاش حتى باسكو غادي قد ما تخلوها تبرد قد ما غادي تتماسك وتشد روحها. هنايا جيت حطيت كاع هذيك الصوص فرomاج كما تشوفوا. هنا تقدروا ديروا يعني فص ثوم ترابوه في هذه لاصوص كيما تقدروا تستغنوا. انا هنا ما درتش باسكو كنت ديجا دايره الثوم في البصله مع البصله الخضراء الاولى. وهنا جبت هذا فرomاج غابي كذلك كما تقدري تستغني عليه، لكن هنا هذه هي الوصفه الاصليه. كاين هنا لكن هما هادو بعض الاضافات فقط اللي يزيدوك البنه. ونخلوها يعني تغطيها ببلع، اي بلع زجاجي ولا بلع تاع كيكوط، المهم بلع يكون على حسب المقلاة تاعك. ايوا هنايا جبت هذاك الزيتون غادي نزين به، كما تقدروا ديروا شويه مع الدوز، كما تقدروا تخلوها هكا سام كيما تبغوا. زيتون كحل تقدروا ديروهم زيتونات ديريكت كومبلي، انا زيتون كحل هكا قطعته هكا شرائح كما تشوفوا راني نزين فيه، لكن يعطي بنه اضافيه للكراتان تاعنا. كما تقدروا كيما راه البنات، كيما راه نفس المقادير ونفس المرحلات توجدوا كاع هذوك المقادير في المقلاة، من بعد تسكبوه ولا تفرغوه في ان بلا، ومن فوق ديروا هذيك لاصوص، ديروا هذيك لاصوص بلونش، وديروا هذاك الفرomاج يعني ونفس الطريقه فقط. يعني طريقه الطهي
ديريهش في الغاز في المقلاة، ديريه في الكوشه. لكن انا عطيتكم طريقه المقلاة، يعني ميم لي كراتان تقدروا ديروهم في المقلاة هكا باش تسهل عليكم حبيباتي. شوفوا البنه تجي ما نحكي لكم تجي بنينه، يجي رائع، ننصحكم تجربوها وتوجد 5 دقائق يعني. كما تقدروا تستغنوا على اللحم، يعني اللي ما تبغي ديرها مع حاجه اقتصاديه تقدروا تستغنوا على اللحم. الى هنا اقول لكم مني السلام، السلام عليكم ورحمه الله، وما تنسوش باللايك البنات.